هلو يا حلوين. طول النهار فرجة على مسلسلات تركي بيغيروا لي مودي جدا وبياخدوني كده في حتة تانية، ببقى مبسوطة قوي وانا بتفرج عليهم. فكان طبعا لازم كده وانا قاعدة اتفرج، طب ما اجرب كده شوية حاجات تكون من تركيا. طبعا بما اني بتكلم على حاجات من تركيا اصلي، فاكيد فكرت في جروب ايه، جروب حلو جدا جدا، لافلي تركيش برودكتس. ده جروب فيه كل الحاجات اللي انت عايزاها تركي، سكين كير، منتجات للشعر، هدوم، اكسسوارز، شوكولاته، بن، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه فيه. بس كل الحاجات تركي فقط، انتوا متخيلين؟ حاجات كلها اصليه. واول حاجه كان لازم اوريكم حلاوه البن التركي. بصوا يا جماعه، البن ده ريحته في حته تانية، وحسيت بعديها ان انا كنت بشرب تراب مش بشرب بن حقيقي. البن يا جماعه التركي طبعا يعني اصل البن، مش محتاجين نتكلم على حلاوه البن التركي. ومعاه بقى كان لازم كمان نشوف الشوكولاته دي، انا مش عارفه اسمها طبعا، بس يا جماعه الشوكولاته دي فظيعه، الاطفال هتحبها بطريقه. عايزه اقول لكم ان الجروب فيه كمان انواع شوكولاتات تانية كتير. دي شوكولاته بالفراوله، بصوا بتقطموها كده تلاقوا من جوه في شوكولاته وفي فراوله، بتاخدكم معاها كده وتدوب في بقكم بطريقه الاطفال كمان هتحبها قوي 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 قوي. عجبتني جدا جدا الشوكولاته دي، ممكن اكل منها يعني كتير جدا، بجد بجد تحفه. فتعالوا بقى كده بالشوكولاته دي والبن نعمل احلى فنجان قهوه تركي بجد. ده فعلا فنجان قهوه تركي بجد. زي ما قلت لكم حسيت بعديها ان انا كنت بشرب قبل كده تراب مش بن. بجد تحفه تحفه. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين القهوه مع الشوكولاته حاجه تجنن. كمان جربت من عندهم التوابل التركيه. وسع وسع لبراك اللي داخل علينا بقى، هعمل لكم اكل هبهركم. دي مجموعه توابل تركيه، دي بقى عامله اقول لكم زي ايه، زي كده عندنا البهارات السبعه بتوعنا، بس دي التركي بقى. فتخيلي كده انت بقى لو عملتي كده الاكل مع بهارات تركيه، وتعملي لك بقى وصفتين ثلاثه، ولا الشيف براك هتبقي خلاص. يعني خلاص الشيف براك ده نقعده في البيت بشويه البهارات التركي دي، بتبقى كده مع بعضها، هي مجموعه بهارات، فطبعا دي مع الاكل هتبقى حلوه جدا جدا، وهتديكي المذاق التركي الاصلي بقى، مش عايزه اقول لكم. طيب تعالوا بقى كمان اجرب من عندهم الفيلر التركي. طبعا يا جماعه الحاجات كلها زي ما قلت لكم من تركيا اصلي، الحاجات بتيجي فعلا من تركيا. ده كان فيلر. بصوا انا جربت انواع كتير، بس الفيلر ده في حته تانية، انتوا هتشوفوا النتيجه دلوقتي يا جماعه. بصوا هو بيحرق شويه كده، اول ما بتحطيه بيحرق شويه، تحسي كده ان هو زي ما يكون في شطه مثلا، او في حاجه بتديكي كده زي تنميل بسيط في الشفايف، وبعد كده نتيجته بتكون سريعه وتحفه. عجبني كمان لونه يجنن، وعايزه اقول لكم بيثبت معاكي فتره طويله، وبيفضل مديكي كده لمعه فظيعه على الشفايف. تعالوا كده بقى هنستنى شويه ونشوف النتيجه بتاعته. زي ما انتوا شايفين انا حسيت بالفوليوم، زي ما انتم شايفين كده كان عامل ازاي. الشفايف بقت منفوخه شويه كده، بقى في شكل فيلر طبيعي. عجبني جدا جدا جدا، ولونه عجبني قوي قوي قوي. عملت لكم بقى ايه فوتو سيشن بالفيلر، زي ما انتم شايفين بقى عامل ازاي، حلو قوي قوي قوي، وبيفضل ثابت في بقك شويه حلوين كده، ولونه يجنن يجنن يجنن. عجبني جدا، حرقني وعمل لي تنميل شويه، بس عمل نتيجه الفيلر اللي الواحد عايزها بجد. فده بجد عجبني جدا. برده زي ما قلت لكم الجروب هتلاقوا فيه كل الحاجات التركي. استنوا كمان جزء تاني للفيديو ده، هوريكم بقى السكين كير الاصلي من تركيا. وهنا بجد كنت بوريكم الحاجات اللي انا جبتها عجبتني جدا جدا. ادخلوا كلكم الجروب هتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه. لو بتدوروا على حاجات معينه مش لاقيينها من تركيا هتلاقوها طبعا في الجروب ده. زي ما قلت لكم فيه كل حاجه تركي، وهتتبسطوا جدا جدا. المعامله في الجروب لذيذه قوي. هستناكم كلكم يلا تدخلوا هناك وهتتبسطوا قوي قوي. يلا باي باي.